طبعا نحن اليوم موضوعنا هو الستة أشهر التلقائية من العزلة والتجريد التي فرضت على القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية وفيما تسمى جهات العدالة لديها. طبعا هذه العقوبة ليس لها أي أساس قانوني رغم مرور أكثر من 23 سنة على المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، إلا أن هذه المؤامرة لا زالت مستمرة وبأشكال وأساليب متعددة. إحدى أساليب استمرار المؤامرة هي هذه العقوبات الانضباطية التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان. طبعا قبل أن تقوم بفرض العقوبات الانضباطية التي تفرضها منذ حوالي طبعا أكثر من سنة ونصف أو سنتان، كانت تتحجج بحجج أحيانا بالطقس أو أسباب تقنية لمنع القائد عبد الله أوجلان من اللقاء بمحاميه وعائلته. فيما بعد أصبحت تمارس أساليب أكثر خباثة التي هي فرض العقوبات الانضباطية. طبعا غايتها من هذه العقوبات الدرجة الأولى هو قطع التواصل بين القائد وبين الشعب. الهدف الثاني هو كسر إرادة الشعب الكردي والشعوب الشرق الأوسط التواقع للحرية التي من أجل فكره وفلسفته المنادية بحريتهم فان القائد عبد الله أوجلان أسير رداء الدولة التركية. هذه أيضا غايته الثانية فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية التي تقوم بفرضها من أجل سد الطريق أمام المحامين وأمام القائد ومحاميه للمطالبة بحق الأمل الذي هو من حق كل سجين سياسي أو غير سياسي. كل سجين وكل محكوم بالحكم المؤبد فمن حقه أن يحصل على حق الأمل بعد سنوات تختلف حسب من دولة إلى أخرى حسب السنوات التي يقضيها، فإنه يستفيد من حق الأمل بمعنى يتم وقف الحكم النافذ ويتم إخلاء سبيلهم. طبعا لدى الحكومة التركية أيضا يوجد هذا الحق في قوانينها من أجل أن تسد الطريق أمام القائد عبد الله أوجلان للاستفادة من هذا الحق تقوم بفرض هذه العقوبات الانضباطية. طبعا أحد شروط الاستفادة من حق الأمل هو ألا يكون هناك عقوبات انضباطية مفروضة خلال فترة الحكم على المحكوم بالمؤبد. لذلك فهي تقوم بفرض هذه العقوبات لقطع الطريق أمامهم من الاستفادة بحق الأمل. طبعا هذا العمل هو عمل غير إنساني. بالنسبة لعقوبة التجريد والعزلة بحد ذاتها هي عقوبة لا إنسانية، هي تعتبر من العقوبات الحاطة من الكرامة الإنسانية، مما يستوجب على المنظمات الدولية والحقوقية مساءلة الدولة التركية ومحاسبتهم على هذه العزلة والتجريد، إضافة إلى قيامها بفرض هذه العقوبات اللا إنسانية واللا قانونية على القائد عبد الله أوجلان. هي أيضا لا تقوم بتبليغ محاميه بقيامها بفرض تلك العقوبات. طبعا من المعلوم بأنه هناك قرارات قضائية أو أحكام قضائية قابلة للطعن أو التظلم أو غيرها من طرق المراجعة القانونية سواء الاعتيادية أو الاستثنائية، لكنها لا تقوم بتبليغ محاميه من أجل عدم القيام بأي إجراء قانوني فيما يخص هذه العقوبات التي تقوم بفرضها لكي تكتسب الدرجة القطعية وتكون تسد الطريق أمامهم لمراجعة أي جهة أخرى من أجل رفع هذه العقوبات. طبعا نحن ننادي ونرفع صوتنا عاليا لكي تسمعها المنظمات الحقوقية والإنسانية، خاصة منظمة CPT التي قامت بزيارة منذ فترة قريبة إلى سجن إمرالي، ولكنها حتى الآن لم تصرح بوضع القائد ولم تنشر نتائج زيارتها فيما يخص وضع القائد، صحته أوضاعه، وكذلك كان يتوجب عليها عندما تقوم بزيارة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي أن تنشر مباشرة تقريرها حول الزيارة، أن تقوم بالضغط على الدولة التركية وتجبرها على رفع العزلة والتجريد المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.
للأسف حتى الآن هذه المؤسسات تقوم بعملها تحت تأثير السياسة، عملها سياسي بحت، تتبع لجهات سياسية، قراراتها متعلقة بجهات سياسية تتبع لها للأسف الشديد، فيما كان يتوجب عليها أن تكون قراراتها قانونية وحقوقية وإنسانية كما هو واضح من أسمائها والغايات التي أنشئت من أجلها. لذلك مرة أخرى أقول نناشد هذه المنظمات من أجل القيام بمسؤولياتها التاريخية، القيام بمهامها التاريخية، الضغط على الدولة التركية لرفع العزلة والتجريد عن القائد.